انا اتولدت، ما قررتش ده، ما اخترتش ده، ما بذلتش اي مجهود في ده، ما جمعتش كام نطفه وقلت لهم انا الفتره الجايه باذن الله ناوي بعلقه، يعني 9 شهور بدون مقاطعه اتولد ان شاء الله. حد عايز حاجه من الدنيا؟ اتولدت، قلت يا رب الحمد لله والله العظيم انا ما اخترتش ده، فضل ونعمه من عند ربنا، على الاقل انا ناجح. ما هو في ناس سقطوا فما اتولدوش، انا اتولدت اذا انا نجحت، فده انا بادئها اول دقيقه في الحياه ناجح ما شاء الله، ربنا يحميني. الف حمد وشكر ليك يا رب. عدد لا نهائي من العوالم، اتولدت في العالم ده، قلت يا رب والله ده ايه الجمال ده، الواحد في بحر من النعم، على الاقل الواحد لقى نفسه اتولد في عالم حقيقي، ما اتولدش لقى نفسه مثلا في عالم افتراضي او في عالم موازي، لا ده عالم حقيقي الحمد لله يا رب كده زي الفل. اكوان متعدده، اتولدت في الكون ده، اهو كون ملايين المجرات، مجرة درب التبانة. يعني ايه اصلا تبانة؟ مش موضوعك. طب ايه ليه ضرب بالدال مش بالضاد؟ مش شغلك. ان شاء الله ضرب التبانة دي تبقى فتحة خير عليك باذن الله بدون ما تقطعش انت بس. الحمد لله يا رب. ملايين النجوم في النجم ده، 9 كواكب في كوكب الارض، الحمد لله يا رب. كوكب الارض تمام، مع ان كوكب الارض 71% منه ميه والباقي يابسه، يعني الاقرب ان انا ابقى سمكه. اتولدت في اليابسه في 29% مع الانسان والحيوان والنبات، قلت يا رب الحمد لله والله رضا. على الاقل عيشه في الميه كانت هتبقى عيشه زفره، فانا اجابي لاخر لحظه والله العظيم وتمام يعني. 7 قارات، اتولدت في قاره افريقيا. اللي يقول لك مثلا دي بلد ناميه، يعني دي قاره ناميه، اللي هو انتوا مهما اجتهدتوا وحطيتوا ايديكم بقى في ايدين بعض في بعض انتوا كده كده ولا حاجه. قلت لا ولا حاجه ازاي؟ عادي لو حطيت ايدي في ايد اخويا التنزاني واخويا الكاميروني واخويا الغيني واخويا الليبي نقدر ان احنا نعمل حاجه. اتولدت في مصر، قلت والله ده فضل وعدل، على الاقل ما اتولدتش في دول بتاعت جنوب افريقيا والغينيين والكاميرونيين والحاجات، ويبقى عيالي طول النهار ماشيين بلابيس، ولا ابويا مات في حادثه اسد، ولا امي نمر خبطها مثلا وهي راجعه من السوق. لا ده في شمال افريقيا يعني الامان كله الحمد لله رب العالمين. وفي مصر كمان، ده ايه الجمال ده؟ مصر 28 محافظه. اتولدت في القاهرة، لا فيش أي حاجة بتميزها، يعني ما اتولدتش مثلا لقيت نفسي اسكندراني بورسعيدي، اللي هو منذ نعومة أظافري وأنا صياد. ممكن أبقى آخد بقى جنب الصيد كورسات كمبيوتر ولا حاجة، بس عارف أنا هبقى إيه لما أكبر. قلت الحمد لله ما لقيتش نفسي اسماعيلاوي، من أولى ابتدائي عارف إن أنا تاجر مانجا، أنا والفصل بتاعي كله تجار مانجا، مين اللي هيشتري مش عارف، بس على الأقل أنا عارف هبقى إيه لما أكبر. ما لقيتش نفسي مثلا أقصري، بدخل عملة صعبة وبتعامل مع سياح، عارف تاريخ الحضارات وعارف ان دي الاسرة كام عملت ايه والاسرة دي انا من الاسرة التايهة اصلا. يعني انا لحد اللحظة دي جدي الله يرحمه مش عارف هو عايز يطلع إيه لما يكبر. قلت والله الحمد لله القاهرة. افتكر يالا ان الناس دي ساعات بتسيب كل محافظاتها وتيجي تدور على فرصة في القاهرة، فلو لقيت ربنا كرمني في القاهرة، انت بقى انا بكلمك انت، لو لقيت ربنا كرمني في القاهرة ما تبصليش في رزقي، ما تستغربش اي حاجه، ما تقوليش ولع معاك ايوه يا سيدي يا ابن المحظوظه، ما لا لا خالص، انا اي حاجه هوصل لها انا دافع ثمنها تالت ومتلت. بص انا رجعتك لفين؟ كل حاجه حصلت لي هي فضل ونعمه من عند ربنا، بس الواحد اتهرى. انا حكي لك من اول النطفه ماشي، فلا في اي حاجه لو نمت صحيت لقيت تاني يوم راكب بورش، اصعب عليك برضو وانا راكب بورش.